يا ابو زيد. يا خد اقول لك. يا ابوي. ما اقول لك يا ابو زيد، ايه؟ عايزك تشوف لي اتنين وانت عمك عشان نبحث هنا. تبحث؟ ايوه نبحث. ليه؟ ياض في لقيه هنا. لقيه؟ في لقيه في الحته دي. طب وانت ايش عرفك بقيت متلجم؟ اقول لك ايش عرفني يا ناصح. الاسبوع اللي فات في الليل كده لما طلعت في الليل ابص كده في الحوش لقيت لك ارنب هنا. ارنب؟ ايوه يا ابويا يمكن ارنب من بتاع الجيران بقى، طول عمرها الارانب ما تبحث تدخل تحت الحيطان، يفرض ارنب. يا ابو زيد، يا ابو زيد، الشارع اللي في وشنا ده اللي ورا البيت بتاعنا شارع كبير وواسع، يعني ما فيهوش حد ساكن في وشنا، لكن البيت بتاعنا من الناحيه الثانيه ماشي. اقول لك ممكن يبقى من عند الجيران، لكن هنا مفيش ارنب حوالينا. صح. والجار هنا مفيش جار في وشنا، فهمت؟ وبعدين في حاجه اقول لك عليها. الارنب ده كان عم يناخل هنا وابيض ابيض ابيض مشطوف، وفي حاجه اختفى. ايوه، لو ارنب كنت مسكته، جيت امسكه اختفى. عرفت يا ناصح؟ يبقى نبحث. اصبر يا حمار، هنبحث كده؟ ما انا ما اعرفش هنبحث هنا ولا هنبحث هنا. طب امال ايه؟ مش انت لما تقول هنا؟ انا اقول لك نعمل ايه يا ابو زيد. قول يا ابوي. اقول لك، انت عارف احنا عايزين حد يكون شيخ ويفهم في موضوع اللقايه ده. تاهت والجناح. ايه هي اللي تاهت دي؟ انا قصدي على الفكره. مفيش غيره. الواد عوض مين ده؟ ابو شقف. عوض ابو شقف ده ايش فاهمه ده ويفهم في موضوع اللقايه؟ اسكت، مش يشتغل من زمان فيها وكمان ماشي مع شيوخ الدور ده، تقول قوي. يكون نصاب زي اللي قبله، ما احنا اتهرينا قبل النصابين. لا، الدور ده الراجل ده انا سامع عليه كلام زين. طب هقول لك، تروح دلوقتي لعوض، تروح للبيت تقول له ابويا عايزك، ولا تاخده كده على جنب وتفهموا الحوار وتقول له يجيب لنا الراجل ده هو هيتبسط وتفهموا موضوع الارنب ده. خلاص من عيني. يلا روح انت وانا هوصل مشوار، بقول لك انا هوصل مشوار وهرجع استناك هنا، ماشي؟ من عيني. روح انت يلا. انت فين يا باسم؟ كده يا ولد تسيب امك قلبها مفتور عليك. ده انا عايشه عمري كله اما احلم بيوم فرحك، يوم فرحك. انت فين يا باسم؟ انت فين يا ولد؟ لسه بتعيطي امي؟ لا يا بنت مفيش، انا عايزه عيني تفرفر بس. بس يا ماما كفايه عياط يا ماما. هيرجع يا ماما، هيرجع اكيد هيرجع. انت لسه صغيره يا بنتي، ما تشغليش بالك بالحزن ده. روح اطلعي العبي مع اصحابك زي ما كنت لما تلعبي. روحي. العب ازاي يا ماما؟ العب ازاي؟ هو لازم يرجع يا ماما. انا مش قادره اقعد بالليل. هو اللي كان بيضحكني، هو اللي كان بيلعبني، وهو اللي كان بيعمل لي كل حاجه يا ماما. روحي يا بنتي، هو اخوك هيجي. انت اطلعي العب مع اصحابك زي ما كنت لما تلعب. العب؟ هو اللي كان بيلعبني. فكره يا ماما كان بيضحكنا ازاي. هو اللي كان عامل حس البيت. يا بنتي انت لسه صغيره على الكلام ده. روحي تلعب وهو اخوك هيجي. عارفه يا باسم، انا كنت مجهز حاجات لفرح اخوك، وهجهز لك انت كمان احلى فستان كمان. انا لسه صغيره يا ماما. لا ما تقوليش كده، البنات اما تكبر بسرعه. ده انا معد الايام ومتحيلها عشان تجري بسرعه واشوف فرح اخوك. اخويا هو فين يا ماما؟ ما مشي دلوقتي.
يا بنتي انت لسه صغيرة على الكلام دوت. ما تحطيش الحزن ده في قلبك من دلوقتي. اخوك هيجي وهيلعب معاكي وهيذاكر معاكي وهيعمل كل حاجة كنت ما تعمليها معاه. يذاكرني؟ عارفة يا ماما، كل ما افتح الكتاب اشوف شكله وهو بيشرح لي واسمع طب وانت يرضيكي لما يجي ويلاقيكي كده مش لما تذاكري؟ لازم يرجع يلاقيكي اشطر واشطر من الاول كمان. روحي ذاكري يا بنتي، يجي ويلاقيكي شاطرة كده ومذاكرة وتطلعي الاولى كمان. روحي ذاكري، روحي يا بنتي. حاضر يا ماما. اتفضل يا عوض، اتفضل يا عوض، اتفضل يا عم الشيخ، اتفضل. اتفضل يا سيدي. تمام. خير ان شاء الله. ان شاء الله هيكون خير على ايدك يا عم الشيخ. ما تقلقش يا عم محروس، الشيخ درديري ده راجل محترم وطلع قبل كده كذا مره. لا ما هو باين على وشه. قول لي انت شفت الارنب كم مره؟ وعارف ازاي يا ابويا حكايه الارنب دي؟ حمار يا حمار، هو مش عراف؟ امال انت فاكره ايه؟ استنى بس، شفت مرتين يا عم الشيخ. تمام. بص يا عم محروس، بصيت يا شيخ. المكان بتاعك ده في خير كتير قوي يغني محافظه، بس هيكلفك شويه. لا، دفع فلوس بلاش. انا كان من الكلام ده كتير يا ابوي. بص يا حبيبي، انا ما اخدش منك ولا قرش، اخليك انت تجيب كل حاجه بنفسك. عداك العيب يا عم الشيخ. المهم سيبك من الكلام ده، هنبحث فين؟ يا محمد بص لي هنا، خليك معايا. تحتيه لا خطوه. تمام تمام. كمان خطوه تاني. كم متر؟ 4 متر. تمام. سلام. ايه يا عم الشيخ؟ ايه 4 متر دي؟ ده 4 متر كتير قوي، ما فيناش حين احنا نبحث 4 متر. يا عم محروس، يا عم محروس، والله انت محظوظ قوي، ده في ناس بتبحث بال10 متر. وما تقلقش يا ابوي، اديني ساعتين زمن بس وانا اسلمك 4 متر. يا التنبيط اللي فيك ده طول عمرك تتنبط على الفاضي، وانت اصلا ما تقدرش تبحث متر. بص برضه يا عم محروس، الموضوع في ايدك انت، ومنين ما تخلص برضه كلم عوض وعوض ابقى يكلمني. استنى يا عم الشيخ، يا عم الشيخ استنى. عمك محروس راجل طيب وكويس، بس هو اتلسع كتير قبل كده. يا عم على عيني وعلى راسي، بس مش كل يمسك سبحه يبقى اسمه عراف وواقف يطلع لقايا، ما تعجلوا كلام عاد الله. خلاص يا عم الشيخ، خلاص يا عم الشيخ، ايه رايك ان شاء الله الليله دي اسلمك 4 متر؟ تمام. اجيب الدور، دور يا ابو زيد، دور معاه، دور معاه يا عوض، دور معاه يا عوض. امسك يا ابوي. امسك يا عوض، امسك يا عوض، امسك يا عوض. خير كتير كتير. حاسة إني ميتة، بتحرك وباكل واشرب بس مش عايشة، ناقصة الأكفان اللي تتغطى. أنت عارف لولا بنتي يا رب أنا كنت مت. هي الحاجة الوحيدة اللي مخلياني متمسكة بالحياة. وانا لاعب باسم. أم باسم؟ هو فين باسم يا أبو باسم؟ أنا عارف إن أنا كسبت عليه، بس كنت عايز أعمل منه راجل، كنت عايز يتحمل المسؤولية. أعمل إيه طيب؟ فاهم يا أبو باسم وعذراك، بس أنت جسيت عليه مش شوية، جسيت عليه قوي قوي. كنت عايز أعمله راجل عشان يشيل المسؤولية من بعد. مش بالطريقة دي، كان لازم تحس بيه. ولدك شايفك وانت تعبان وحاسس بيه وعارف ان المسؤولية هتتجل عليه، وحاطط في دماغه وبيفكر فيك، والدنيا معاكساه ومش عطيها فرصته لما يفكر فيك، وفي اخته اللي عايزة تكبر وتتجوز، وانت مش عاطيله فرصة ان هو يعمل حاجة، والدنيا اصلا ما عندها معاه. طيب أنا ضيعت باباك، أنا ضيعت بقساوتي. ما تعملش في روحك كده. ما أعملش إيه في روحي؟ بس أعمل إيه؟ بس أعمل إيه؟
يرجع مش بس. عارف اتصرف ازاي. هخسرك واخسر ولدي، ما تفتحش قلبك تمام. ما عارفش اعمل ايه طيب، مش عارف اروح له فين ولا ادور عليه فين، طيب اعمل ايه؟ يرجع، هدي روحك بس وهو يرجع، ما تعملش في روحك كده. ما هي لولا الظروف اللي مخليانا مش لاقيين، ما كنتش عملت فيه كده، كنت سبته يعمل اللي هو عايزه. يا رب انا ليه سيب كل ده يحصل؟ طب انا اروح اشوف فين الواد دلوقتي؟ اجيبه منين دلوقتي؟ بعد ما ضيعته اروح لفين؟ هدي روحك، ما تعملش في روحك كده. بس